السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها برينتر كيوسيرا وادتك رسالة ريبليس تونر، أحب دلوقتي أفهمك بس ليه هي ادتك ريبليس تونر وإزاي تقدر تحل موضوع الريبليس تونر ده بكل سهولة عشان ما يتكررش معاك. موضوع الريبليس تونر ده بيظهر لما علبة الحبر بتفضى. تمام، ادينا هطلع كده علبة الحبر بتاعتي، هبص الاقي علبة الحبر بقت فاضية على الآخر، ما فيهاش نقطة حبر. طيب أنا دلوقتي هبدأ أملى حبر وهحط الحبارة وهبقى معاك خطوة بخطوة. ركز معايا بقى في الفيديو دوت كده. أول حاجة هنعملها إن احنا نملى العلبة بتاعتنا. تمام كده، أنا مليت علبة الحبر بتاعتي، هبدأ أركبها تاني وهقفل. وأهم حاجة هتأكد منها اللوك الصغير ده، أرفعه لفوق كده وألف الترس لحد قدام. بس كده الترس ده عشا، مهما ألفه لقدام مش هيلف، معنى كده إن هو عشا. تمام، هقفل كده. تمام، ابص الاقيها بتديني برضو ريبليس تونر. طب ازاي بقى نحل الموضوع؟ اهو هي استجابت معايا، بس ما علينا، يعني هي حتى ساعات ما بتستجيبش عند بعض الناس. بليز ويت ادنج تونر، هي كده بتبدا ان هي تسحب الحبر بتاعها. طب هي ما سحبتش الحبر بتاعها، بتلاقي ان هو دي ال ال الدراع اللي بيحس ان الكفر ده اتقفل، فبتفضل تدوس عليه كده كذا مره لحد ما تبص تلاقي المكنه استجابت معاك ودارت. اول ما تفضل تدوس عليه كده هتسمع صوت المكنه اهو. تمام، اول ما تلاقيها استجابت معاك هتبدا تقفل بقى كده وتسيبها تعمل البليز ويت ادنج تونر. وكده باذن الله تكون ظبطت معانا وهتشتغل معانا. كل اللي طالبه منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، واي حاجه تحتاجها في مجال البرنترات او مكان التصوير او ايا كان تكتب لي في التعليقات ان انت بس محتاج حاجه وواقف على مشكله كذا، وانا ان شاء الله بساعدك فيها. دي رساله ورقه عاديه جدا، بس بيقول لي ان مفيش ورقه في البرينتر. كده البرينتر بتاعتي اشتغلت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.